يا مساء الخيرات على حضراتكم جميعا. اليومين اللي فاتوا كان في تصريحات وحوارات لنماذج من النخبة المصرية اتكلموا فيها على حاجات متشابهة، الهوية والتاريخ وجماعة الإخوان المسلمين، رغم اختلاف مجالاتهم وتوجهاتهم، ولكن الثلاثة اتكلموا على نفس المواضيع في تصريحات وحوارات. عندنا الثلاث نماذج دول: الفنان وعضو مجلس الشيوخ ياسر جلال في وهران، في مهرجان وهران لما اتكلم عن الجزائر، والنموذج الثاني كان السياسي علي الدين هلال لما اتكلم مع حمدي رزق على الهوية ومن نحن. النموذج الثالث كان الشيخ أحمد تركي، برضو كان الحوار بتاعه مع حمدي رزق وكان بيتكلم برضو عن الهوية. هنتكلم بس عن الثلاث نماذج وهنقول رغم اختلاف المجالات كل واحد اتكلم قال ايه. هنبتدي بالعضو مجلس الشيوخ السيد الفنان ياسر جلال لما طلع اتكرم في الجزائر في مهرجان وهران واتكلم على دور الجزائر في 67، وقال ان والده كان بيحببه في العروبة والعرب والأشقاء والكلام العظيم ده كله. وقال ان طلعت إشاعة في 67 إن إسرائيل هتعمل إنزال في ميدان التحرير، فما كان من الجزائر إلا إنها بعتت قوات من الصاعقة عشان تحمي المصريين اللي موجودين في ميدان التحرير. الناس اللي موجودة في التحرير قوات من الصاعقة نزلت تحميها. طبعا ناهيكم عن إن هذه السردية ملهاش أي دليل وملهاش أي مصدر وغير موثقة في أي حتة، غير هو المصدر الوحيد كان والد السيد العضو مجلس الشيوخ. ومش بس كده، ده لما رد على الموضوع ده كان متضايق جدا من التعليقات بتاع الناس، وقال ان يعني مش والده بس اللي قال الكلام ده، دي ماما وخالته وخالي، العيله عندهم واضح ان الروايه دي يعني متداوله في العيله عندهم. حكالي عن الجزائر وانا قلت ده في لقاء تلفزيوني ان بعد حرب 67 كان الجزائر كان في اشاعه ان اسرائيل هتعمل انزال في ميدان التحرير وتعمل اعمال تخريبيه، فالجزائر بعتت جنود صاعقة جزائريين بقوا ماشيين في ميدان التحرير في وسط البلد عشان يحموا المواطنين الستات والرجال المصريين. بالنسبه للجزائر برضه انا بدي اتكلم، الجزائريين عندهم حساسيه مننا في الفتره الاخيره، وانتم هتقابلوا جزائريين بره وما بنعرفش ايه السبب. حقيقه في سبب هم قالوا لي ان الاخ انور وهو في اليوم المفتوح او مع طلبه الجامعه طالب جزائري ساله وقال له الجزائر ساهمت بايه في المعركه، فهو قال له الجزائر ما ساهمتش بحاجه. هو الحقيقه كان بيعبر عن الحقيقه، ولكن هم اعتبروها دي عملية تشهير. الحقيقة احنا الجزائر طلبنا منها بعض حاجات، ادونا جزء وادونا الجزء الثاني ما ادوناش. بعتوا لنا طيارات بعد 7 يونيو، بنعرف ان في طيارات جت من الجزائر ولكن استعوضوها من الاتحاد السوفيتي من الطيارات اللي كانت هتجيلنا. في عندنا بعض طيارات بعتوها لنا ولا استعوضوهاش، حوالي 12 طيارة اليوجن 28، واحنا بعتنا لهم وقلنا لهم اعتبروا هذه الطيارات عندنا على سبيل الاعاره. بيبعد مش بس فيصل، ومدين بيبعد يعني، ومدين الراجل مش عايز يدفع مليم يشوف دفاتر الميزانيه بتاعتنا كنا بندفع له قد ايه كل سنه، بس ما دفعناش مليم، وعايز نطلب منه والله رجوعنا مطلوب. بعد ما طلبنا منه يوم ما دمرت معامل التكرير، عندنا مصانع كبيره كانت اللي في السويس يعني بتروكيميكالز ومعامل تكرير واسماد وكل ده دمر، قلنا له ادينا بترول في اتفاقيه الدفع، ما قلنالوش ادينا مجانا الا بالعمله الحره. تعرف هذا الكلام انا قلته. وبعدين يعني قلنا له ما عندناش عمله حره، جينا باتفاقيه الدفع، جينا قرض عندهم 10 مليون جنيه كنا مدينه لهم، قلنا لهم ادفعوه في الوقت الحالي، قالوا لا في اتفاقيه بيننا وبينكم ندفع كل سنه كذا. بعد 3 مرات بس لغايه ما ادونا على قسطين 3 بدل 10 اقساط. الحقيقه العضو الاستاذ السيد العضو في مجلس الشيوخ والفنان ياسر جلال، لو اعتمدنا في السرديات التاريخية وتاريخ بلد على ان بابا قال وماما قالت، جدتي الله يرحمها كانت عايشة من ايام الملك فاروق وكانت بتحكي لي اساطير كده عن الملك فاروق، ده كان بياكل 12 وجبة في اليوم. الملك فاروق سرق المجوهرات كلها قبل ما يروح، في حين ان الحقيقة بتقول ان حصل جرد من الجيش، كان في مجموعة كده يعني كان في لجنة من الجيش وعملت جرد لكل المجوهرات واتحطت في البنك المركزي، والملك فاروق ما خدش اي حاجة معاه. فحضرتك لو احنا اعتمدنا على اهالينا في موضوع السرديات والاساطير والاشاعات وحكاوي الجدود والابهات والامهات دي، يعني هيبقى الموضوع صعب قوي. انا ممكن احكي لحضرتك للصبح تيتا قالت ايه على ايام الملك فاروق. المهم خلينا نقول ان الفنان عمل فيديو تاني يرد على منتقديه. اول ما رد على الموضوع ده قال ان محدش يقدر ينكر عظمة
واهميه القوات المسلحه المصريه اللي بيتشرف للانتماء ليها، ملناش علاقه بالموضوع ده ولا هو ليه علاقه ان حضرتك كنت مجند في الجيش، وان هو عمل اعمال يعني تاريخيه واعمال بطوليه زي في المسلسل بتاع الاختيار. يعني برضو ايه علاقه ده بحضرتك؟ قلته ملهوش اي علاقه. وقال ان محدش يقدر ينكر تعاون الاشقاء، وان الرئيس السيسي بنفسه كان بيفتخر بوقفه الاشقاء جنبينا. برضو انا مش عارفه ليه حضرتك لما لقيت الهجوم شديد عليك فحطيت اسم السيد الرئيس السيسي في جمله مفيده. هل حضرتك النهارده لما تقول السيد الرئيس بيفخر بوقفه الاشقاء والكلام ده كله الناس هتقطع لسانها مثلا ومش هتنتقد اللي انت قلته؟ السيد الرئيس ما اتكلمش تاريخيا في حاجه ما حصلتش، فحضرتك ما تشبهش ده بده. ان كان السيد الرئيس احنا عارفين خلقه بدليل ان هو بيقول على اللي موجودين في مصر من اللاجئين ان هم ضيوف عشان ما يجرحش كرامتهم وما يجرحش احساسهم، فاحنا عارفين ان السيد الرئيس على خلق يعني. فلما يشكر في الاشقاء في وقفتهم جنبنا بعد ثوره 2011 والاخوان والكلام ده كله مختلف تماما عن حضرتك تطلع تقول سرديه تاريخيه لا اصل لها في اي حته في اي حاجه، حتى في كتب الف ليله وليله. زودت برضو وزود الفنان وقال للجزائريين، كلامه دلوقتي موجه للجزائريين، لا تلتفتوا للآراء السلبية. لا، هي مش آراء سلبية، هي آراء حقيقية. نهاركم سعيد جميعا. في البداية أحب أقول كل التحية والتقدير والتعظيم والإجلال لقواتنا المسلحة المصرية الباسلة، اللي أنا بفتخر وأتشرف إني كنت في يوم من الأيام واحد من أبنائها ومن أفرادها، وبفتخر إني أنا قدمت لبلدي عملين في منتهى الأهمية، عملين وطنيين، الاختيار الجزء الثالث وفيلم يوم الكرامة. ومحدش يقدر يزايد على دور مصر في مساعدتها لأشقائها على مر التاريخ من المحيط إلى الخليج. بس أنا لقيت في بعض التعليقات السلبية على الكلام اللي أنا قلته في الجزائر أثناء تكريمي في مهرجان وهران السينمائي الدولي. والدي كان دايما يحببنا في الوطن العربي وكلمة عروبة والبلدان العربية، يحكي لنا عن الجزائر ويحكي لنا عن السعودية ويحكي لنا عن كل أشقاء سوريا، على كل أشقائنا العرب. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيتباهى بمساعدة الأشقاء العرب لمصر، والأشقاء العرب بيتباهوا بمساعدة مصر ليهم. فده شيء معروف وشيء مش ما حدش يقدر ينكره. فكل التحية والتقدير لشعب الجزائر، وأرجوكم لا تلتفتوا للكلام اللي اتقال، التعليقات السلبية. مش كل واحد يقول اللي هو عايزه، بس هي الأدوار معروفة والمقامات محفوظة، محدش يقدر ينكر الكلام ده يا جماعة خالص. مصر 120 مليون شخص تقريبا يعني، فلو طلع كام واحد كده قالوا شوية كلام يعني سلبي مش مشكلة. زي ما حضراتكم سمعتوا ده كان رد الفنان وعضو مجلس الشيوخ على الناس اللي بتنتقده، وقال ان كل واحد يتكلم براحته، كل واحد يعني هو لا يلتفت وكل واحد يتكلم براحته. طب ما الناس تتكلم براحتها، وبرضه معنى كده ان احنا كمان لا نلتفت لكلامك. بس للاسف احنا مش هنعرف ما نلتفتش لكلامك، لانه الحقيقه بيمس تاريخ بلد، تاريخ بلد احنا هنفضل ندفع ثمن اللي حضرتك قلته الناس سنين ضوئيه قدام. كل ما هيجي حرب اكتوبر هيقولوا لنا فضل الجزائر، فضل مش عارفه مين، فضل ايه فضل ايه. الجزائر وقفت معاكم في 67، حضرتك طلعت سرديه غير معروف اصلها ولا فصلها ولا ايه، ولكن للاسف الشديد الاشقاء او بعض الاشقاء في الجزائر هيفضلوا يقولوا هذه السرديه اللي اصلا ما حصلتش. طبعا ناهيك ان انت ما سمعتش اصلا كلام، واضح انك ما سمعتش كلام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر على تعاون الجزائر، وده مش تقليل منهم يعني، ده مش تقليل، ولكن دي حقائق، دي حقيقه. احنا لا بنألف ولا بنقول حاجه، ولكن احنا للاسف محتاجين ان حد دلوقتي من المسؤولين العسكريين حتى السابقين يطلع يرد على مثل هذه السرديه، لان احنا والله هنفضل نعاني من ده كتير. احنا لسه في اكتوبر اللي فات كنا بنرد على سرديه نافوره جده ان خط بارليف انهار بسبب خدنا المكن بتاع نافوره جده، مع ان الموضوع وانا شرحته يوم 6 اكتوبر تماما مفيش الكلام ده، ولكن اشاعه وبتطلع وبنفضل احنا ندفع ثمنها يعني سنين ضوئيه كثيره. فالاستاذ ياسر جلال نموذج للنخبه الموجوده في مصر لما طلع يتكلم على التاريخ، ورغم ان هو حاليا يعتبر من السياسيين هو ما تقبلش النقد. امال يا استاذ ياسر يا سياسي
وعضو مجلس شيوخ لما تلاقي تسمع المعارضه بقى وبتتكلم على مجلس الشيوخ وقالت حاجه ما عجبتكش هتطلع تشتمنا مثلا؟ ونفس برضو حضرتك قايل قبل كده تصريح ان كلنا فدا غزه واهلها. لا حضرتك فدا غزه دي انت حر يعني، لكن مصر كلها فدا غزه واهلها. فكره مداعبه مشاعر الناس بكلام مستفز او يعني تاريخ مغلوط لا مش مفيدة. حضرتك عايز تجامل الإخوة الجزائريين اللي ليهم طبعا كل الاحترام. حضرتك كنت ممكن تطلع تقول انك اتربيت على حب الجزائر وان انت بتحب الشعب الجزائري، مش لازم يتقال قصة تاريخية يعني او قصة من التاريخ. حضرتك يعني في عمرك ده ما حاولتش ولا مرة تتأكد منها. سبحان الله. النموذج الثاني كان الأستاذ السياسي علي الدين هلال وزير الشباب والرياضة السابق، وكان بيتكلم مع حمدي رزق. كانت الاستضافة بسبب يعني الفرحة والحالة الزخم والإحساس بالفخر اللي موجود عند المصريين بسبب المتحف المصري الكبير. وكان عنوان الحلقة الهوية. ايه هويتنا كمصريين؟ من نحن؟ وده السؤال اللي كان يعني موجهه اصلا لعلي الدين هلال، الاستاذ طبعا مع حفظ الالقاب علي الدين هلال، ولكن لاخر الحلقه هو ما تجاوبش على السؤال ده بشكل واضح وصريح. المهم كان بدايه السؤال عن الهويه، احنا مين؟ احنا مصريين، احنا عرب، احنا بحر متوسط، احنا شرق، يعني الاسئله دي. كان الاستاذ علي الدين هلال، وهقول لحضراتكم بس على نقطه، الحلقه تقترب من 50 دقيقه، فنظرا طبعا انا مش هقدر احكي كل حصل ايه في ال50 دقيقه، فهسيب برضو لحضراتكم المصادر واللينكات تحت حضراتكم لو حابين تطلعوا على الحلقه، واتمنى طبعا تطلعوا عليها وتحطوا تعليقاتكم وتكتبوا تعليقاتكم وتشاركوا في هذه الحلقه، لان الحلقه بتاعت الاستاذ علي الدين هلال مهمه جدا. المهم استاذ علي الدين هلال اول ما اتكلم قال ان موضوع الهويه ده يعني مش اي حد بيتكلم فيه، اللي بيتكلم في الموضوع ده المثقفين والنخبه، لكن انت لو سالت المصري العادي في الشارع انت ايه هيقول لك انا مصري وخلاص. ده غير ان احنا لينا اكتر من هويه، احنا لينا اكتر من هويه. زي ايه يا استاذ علي الدين هلال؟ قال لك زي مثلا هويتك الدينيه مسلم ولا مسيحي، هويتك نوعك انت ذكر ولا انثى، دي هوية برضو، منوفي ولا بورسعيدي، فيومي ولا أسيوطي، كل دي هويات. احنا لينا البني آدم ليه أكتر من هوية، يعني هي هوية مصرية وطالع منها حاجات تانية، يعني احنا عندنا أكتر من هوية. ده غير ان الاستاذ علي الدين لما اتكلم على الحضارات قال ان احنا حضاره فرعونيه، يعني هو قالها فرعونيه، احنا حضاره فرعونيه معلش عشان ما بحبش كلمه فرعونيه دي، مصريه قديمه زائد، يعني احنا كذا حضارات، ويجب علينا احترام كل الحضارات اللي مرت بمصر. انا عايز كل منها اثر وتاثر بواقع مصر. المهم استاذ علي انا احب بس اوضح حاجه مهمه مش لحضرتك، طبعا حضرتك اكبر بكتير من ان انا اعدل او اصلح لحضرتك، انا حابه بس ايه التعليق ده للناس المحترمه اللي بتتفرج عندي. الهويه هي الشيء اللي بيميزنا كمصريين وملهوش مثيل، الشيء اللي بيميزك انت كمواطن مصري، كانسان مصري قديم وجديد وحديث ومصري دايما. الثقافه، اللغه، العادات والتقاليد، كل ده بيميزنا احنا كمصريين عن الفن مثلا، الادب، كل ده بيميزنا احنا كمصريين عن باقي الحضارات. ولكن الاستاذ علي كان شايف ان احنا يعني عندنا عده عندنا عده هويات وعندنا عده حضارات. اعتبر ان تصنيفنا البيولوجي اللي هو انا راجل ولا ست ده هويه، ده مش دي هويه، هويتي الشخصيه. اعتبر ان ديني ده هويه، ولكن دي برضو هويتي الشخصيه، انا مسلم او مسيحي، وزي ما بنقولها دايما انا مصري مسلم او مصري مسيحي. اعتبر ان انا تبع الفيوم ولا ده، ان ده برضو هويه، ولكن هي دي مش هويات حضرتك، دي مش هويات. الهويه الاساسيه هي هويه واحده، مصر ما عندهاش اكتر من هي الهويه المصريه. اللي بيطلع منها قبل كده بعد كده دي هويات شخصيه، الهويه بتاعتي انا، يعني كأن انا عندي جذع وفروع، الجذع بتاع الشجره هو الهويه المصريه، اي حاجه تانية دي مش ما تعتبرش هويات موجوده عندنا في مصر. ده غير ان في نقطه مهمه جدا، احنا لو اعتبرنا الدين هويه وخلطنا الدين بالهويه، احنا كده بنفرغ المعنى من ان الهويه هي اللي بتجمع الكل تحت اسم واحد، تحت حضن واحد، في حاجه واحده. احنا كده بنقسم وبنفصل، وده ما ينفعش في ذكر او لما نيجي نتكلم على الهويه يا استاذ علي. حقيقه الحلقه طويله شويتين زي ما بقول لحضراتكم، ففيها نقاط كتير محتاجه تتصحح. كان من اهم برضو النقاط ان احنا كنا اول مره نتكلم على موضوع الوطن ده كان سنه 1813 تقريبا، لما رفاعة الطهطاوي قال ان حب الوطن من الايمان.
يعني احنا اول مرة نتكلم عن الوطن والوطنية ومفهوم الوطنية كان على ايد رفاعة الطهطاوي يا استاذ علي. ده غير برضو ان هو لما جه اتكلم على الانتماء. يعني ايه انتماء؟ يعني ايه وطن؟ يعني ايه الكلام ده كله؟ الانتماء هو شعور داخل الانسان بيتغير من وقت للتاني. يعني هل انا النهاردة ممكن اكون بحب مصر، بكرة اسافر دولة تانية فاحبها، فانتمائي واحساسي تجاه وطني الاصل هو يتغير من وقت للتاني؟ الحقيقة انا مش عارفة المفاهيم والتعريفات دي، يعني مع احترامنا الشديد للضيف اللي كان مع حمدي رزق، يعني جابها منين؟ مش بس كده، الاستاذ فسر يعني ايه وطن. قال لك الوطن هو المكان اللي بتعلم، اتولدت فيه، عايش فيه، بتعلم فيه، مقابر اجدادي موجوده فيه. يعني الموضوع لخصه في ان الوطن هو المكان اللي بنعيش فيه. يعني مش يعني الحقيقه الواحد مش عايز يقول كلام فلسفي، ولكن حتى التعريف خاطئ تماما. ولكن اسمح لي الاستاذ حمدي رزق والضيف المحترم علي الدين هلال ان انا اقول لكم ان الوطن مش مجرد مكان بنعيش فيه. الوطن عباره عن ارض وانتماء وحب وتفاني في الدفاع عنه، وعادات وتقاليد وشعب بننتمي ليه. يعني مش مجرد ان انا عايش في مكان فانا انتمي الى هذا المكان. مصريين كتير عايشين سنين وهاجروا دول مختلفة بقى، فمعنى ده ان هي اوطانهم. طب بيرجعوا لها بعد كده ليه؟ لان الانتماء هو شعور بالولاء لهذا الوطن. الوطن بيعيش جوانا، مش احنا اللي بنعيش جواه. وبعتذر لو حد شايف ان التعريف ده فلسفي شوية، ولكن دي حقيقة. انا بنتمي للارض، للشعب، للعادات والتقاليد، لتاريخ، لرموز وفنانين وادباء ومطربين وحاجات بتشكل ذكريات عندنا. كل ده حضرتك عبارة عن الوطن. ده معنى الوطن. ده غير ان حضرتك مثلا يعني انه شعوري بالوطن والانتماء والولاء ليه بيخليني في اي وقت عندي استعداد ان انا دافع عنه، اي وقت حرمي نفسي في التهلكة كده عشان ادافع عن الوطن. هل حضرتك مثلا ال20 مليون اللي قاعدين في مصر عندهم نفس الاحساس اللي موجود عند كل مصري ان لا قدر الله حصل اي حاجة تضر بمصر هنلاقي ان الناس دي واقفة معانا في الطابور كده بتتطوع؟ ولا هتقول انا مالي، ده انا سايب بلدي عشان فيها حرب، حارب لمصر ليه؟ فمفهوم الوطن الحقيقه اكبر بكتير من ان انا مكان باكل وبشرب فيه. يعني احنا بني ادمين مش مواشي، يعني اكل واشرب في مكان فبقى هو ده الوطن. الحقيقه الاستاذ حمدي رزق رد عليه قال له المعنى اللي هو بتاع ماي هوم. لا يا فندم، الوطنيه والكلام ده كله ما بيتقاسش كده، ما بيتقالش كده. كمل وقال ان احنا لازم نحترم الحضارات المتعاقبة على مصر. زي ايه يا استاذ علي؟ قال الحضارة الاسلامية، الحضارة القبطية. ولكن هنا لام عليه شوية حمدي رزق وقال له يعني بس احنا مهتمين قوي بالحضارة الاسلامية مش مهتمين بالحضارة القبطية. قال له ما ده غلط، احنا المفروض نبتدي نعدل ده ونتكلم على الحضارات ونحترم كل الحضارات. قال له الحضارة الاسلامية والقبطية، الحضارة الاشمونية، عرب جهينة اللي موجودين في سوهاج، الفيوم. انت فصلت الناس اللي موجودين دول وقال لك الحضاره العربيه. احنا عندنا في مصر حضاره عربيه استشهد بالعرب جهينه اللي موجودين في سوهاج والاشمونيه. ايه دول؟ ما هم دول مصريين، يعني هم جم مع الغزو العربي واستوطنوا في مصر، والنهارده احفادهم هم مصريين يا استاذ علي. حضاره ايه؟ حضاره ايه؟ بتتكلم في ايه؟ وبعدين الحضاره الاسلاميه، ما فيش حاجه اسمها حضاره المسلمين اوقع واصح، حضاره المسلمين. لكن الحضاره الاسلاميه ما فيش حاجه اسمها كده. يعني معلش، يعني احنا بنعتذر. يعني لو بنتكلم على دين فهو دين، الدين الإسلامي فهو دين وليس حضارة. دي حاجة ودي حاجة. يعني يا ريت نفصل المواضيع شوية. ولكن الأستاذ علي دخل الدنيا في بعضها، وزي ما الحلقة ابتدت بإيه هويتي وأنا مين، ويعني أنا إيه، أنا مين، أنا إلى أي شيء انتهت ولا حاجة، مفيش أي إجابة. ولكن بنوصل لنقطة مهمة جدا، وهي دي قلب الخصاية زي ما بيقولوا. أستاذ حمدي رزق مصمم عليها زي ما قال قبل كده إن الناس اللي بتدعو إلى إن إحنا نشيل اسم عربية من مصر إن هم من لجان الإخوان المسلمين. اللجان الإخوان المسلمين، وأستاذ حمدي رزق يوميا الحلقة بتاعته عن الإخوان المسلمين. ربنا ما خلقش على الأرض غير الإخوان المسلمين. طبعا إحنا عارفين إنهم مجرمين وعرر وجرابيع، قولوا اللي أنتوا عايزينه في أيتام وأرامل البنا وأحفادهم، ولكن كل يوم إخوان إخوان إخوان. وصلنا للسؤال الذهبي بتاع أستاذ حمدي رزق لما اتكلم
علي الدين هلال على يعني الوقت بتاع الوحدة ما بين مصر وسوريا، ولما اتفضت الوحدة كان في مقال لطه حسين عن الوحدة، وان شفته هو دي النتيجة. المهم حمدي رزق كان شايف ان الناس اللي بتتكلم على العروبة وان احنا لسنا عرب وان احنا مصريين فقط، ان احنا بنخلص طارنا القديم والمستقبل. يعني طه حسين كان غلطان، طه حسين كلامه كان غلط، ان هو ده نتيجة ان احنا ننتمي الى هوية مش بتاعتنا، وان احنا قلنا ان احنا عرب والوحدة ما بيننا وبين سوريا والكلام ده. كلام طه حسين ما كانش غلط، كلام طه حسين كان حقيقي، ولكن استاذ حمدي رزق فسره ان هو طار بايت. ولكن الاستاذ علي الحقيقة حضراتكم لما تشوفوا الحلقة يعني مش هتبقوا ملاحقين تجيبوها كده تجيلها كده تجيبوها كده. يعني لما طلع تل العمارنة وأشمونية وان دول مش مصريين، لا دي حضارات العرب، حضارات عربية موجودة في مصر، يعني كلهم مصريين. تل العمارنة والأشمونية كل دول مصريين، يعني دي فيها مقابر مصرية قديمة، مقبرة تحوت موجودة هناك. يعني حضرتك بتتكلم في ايه؟ الحقيقة الحلقة تجيبها كده تجيلها كده هي كده، ان الناس اللي بتتكلم على ان احنا مصريين مش عرب وده هدف، يعني رغم ان الاستاذ حمدي رزق الحلقة فيها كمية تناقضات مريبة يعني رهيبة مفزعة، ان احنا مصريين ونحب ننتمي الى حضارتنا، ولكن اللي بيقولوا احنا مصريين مش عرب دول تبع الاخوان المسلمين وبيخلصوا تربيت. لما الاستاذ علي الدين هلال يتكلم على كاتب سوري استوطن في مصر وكان كاتب عده مقالات يعني كان عنوانها مصر للمصريين، يعني هل ده الانتماء؟ يعني هو ده الانتماء اللي حضرتك شايفه؟ حقيقة أستاذ علي الدين هلال من النخبة اللي بتكلم حضراتكم عنهم، وزير سابق وسياسي ومفكر، وطبعا معاه الأستاذ حمدي رزق بيتكلموا عن الهوية اللي في الآخر ما فيش ولا إجابة على السؤال ده، والحلقة كلها ما تقالش فيها ولا إجابة، وكلام مرسل يعني الحقيقة، وإن المصريين بيجتمعوا وإن المصريين على قلب رجل واحد وإن المصريين عاملين زي الضفيرة والمصريين عاملين زي سفينة الذهب، كلام كتير 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 كده. يعني الحقيقة ما وصلناش لإجابة. أتمنى حضراتكم تشوفوا الحلقة بنفسكم وهسيبها لكم تحت. في جزء تاني هكمله لحضراتكم في حلقة تانية لان الحقيقة هتطول قوي مننا وما بحبش اطول على حضراتكم. خلينا نقولها زي ما بنقولها، ربنا يحفظ مصر وجيشها ويحفظكم ويسعدكم جميعا يا رب. ارضي وانا حر فيها، ولا تلومن الا انفسكم